كنت بسمع اهلاويه الفتره الاخيره بيقولوا لك يا ريت كابتن عماد النحاس كان مسكنا في كاس العالم، كان زماننا دلوقتي وصيف كاس العالم. الاهلي بيقع تاني يا زميلي الكروي وبيفقد نقاط تاني باداء اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم لو قعدنا بكره تاني يوم في نفس ميعاد الماتش مش هنجيب اجوان ومش هنكسب. عندي سؤال مهم جدا، هي ايه تبديل الطاهر؟ هو ليه طاهر؟ ليه طاهر؟ يعني انا بعد خروج زيزو ونزول طاهر وانا قاعد في اللاوعي، عارف اللي هو واحد فقد وعيه خالص. هو طاهر نزل يعمل ايه؟ طاهر بيعمل ايه؟ ايه المميز في طاهر؟ جرينتا مثلا، لعيب كوره، فينيشر، ايه المهم والمفيد واللي بيعمله طاهر محمد طاهر في الملعب؟ الجماهير مش شايفاه غير المدربين. يعني انا مش فاهم، والله ما فاهم، والله ما فاهم، اقسم بالله ما فاهم. لازم اقف وقفه عند كوكا، نبيل كوكا. كوكا ما شاء الله عليه النهارده ما زادش مره، ما زادش مره. ممكن يكون تعليمات مدرب الله اعلم، بس اللي انا اكتشفته في الاخر الماتش اللي انا لقيت، حسيت ان العش زهق بقى، هو اللي بيطير، باك شمال بيطير بيزيد معاهم في اخر الماتش. طب انت كوكا ايه كنيتك في الحياه برضك؟ يعني فهمني. محمد مجدي قفوشه حبيبي، نورت الملعب والملعب نور بيك وما شاء الله عليك، فورمه لا الله اكبر عليك. السؤال بقى يا زميلي الكروي اللي مجنني بجد بجد والله، يعني بعد نزول اشرف بن شرقي لقينا الاهلي بيتحرك، لقينا ان الواد نزل لغلش اللغليش، نعنش النعنيش كده، لعبنا كوره، ضغطنا شويه، كان في شويه روح، كان في ضغط. ليه طاهر محمد طاهر دايما؟ انا عمال اسال نفسي بقالي كتير، وربنا اقسم بالله من الشوط الاول لحد اخر الشوط الثاني وانا قاعد اعمل كده، هو طاهر نزل ليه؟ بس سؤال عادي يا جدعان، ما هو انا تعبت، ما هو انا بتفرج على الماتش وانا نفسيا زي الفل، والله تعبت. لعيبه بملايين وبتاخد ملايين، ما شفناش منهم لعيب ولا اكنه بياخد 5000 جنيه في الشهر. اه والله العظيم. دي لاك للنادي الاهلي، مش للاعيبه النادي الاهلي، مش لمدرب النادي الاهلي، واللي جاي احسن. تفائل يا اخي. سلام يا زميلي الكروي.